اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا اليوم عندنا مبادره بالاشتراك مع مطعم مندي عدن الاكلات اليمنيه. مندي بوابه اليمن. الناس تبرعوا ب 10 وجبات اللي راح نطلع هسه بالسوق مثل ما قلت لكم في بدايه الفيديو. المبادره هي راح ننزل للشارع. طبعا نشوف منو اليوم اللي ما ذاب زباله او ما موصل بالمدينه. يعني صار تاكسي عامل اي واحد بدراجه اللي واحد ما يعني ما مسوي هذا الشيء راح نعطيه كارد يجي ياكل هنا مجانا. جزاكم الله خير الجزاء وشكرا مندي عدن والاخ الحبيب ارشد ال سوادي جزاك الله خير ما قصرت. حتى اتامل عشق السحرني بمعناه رايده توصل جوهر عزته سره وهيبته ربي يمكنني. شلون نشوف البسطه قدامك كلها نظيفه ما شاء الله. بسطتك مرتبه لك نظافه. نتمنى منك ان شاء الله مستمرين على هاي النظافه وهذا التركيز. اليوم عندنا من مندي عدن وجبه مندي عدن تستاهل. اليوم شيلك خدمته اذا مسوي فعل خير اليوم لك وجبه اكل مقدمه من مندي اليمن بوابه اليمن. شو تسوي اليوم؟ طماطم ودي له واحد احسن. مجان يعني؟ مجان. هاك لك وجبه اكل مقدمه من مطعم مندي بوابه اليمن. السعيد صلاه الصبح كم ركعه؟ والعصر 4 والمغرب تصلي ان شاء الله. لك وجبه اكل مقدمه من مطعم وجبه اكل لان سويت خير وذكرت الامام صاحب الزمان اليوم. جزاك الله خير الجزاء ونتمنى ان شاء الله تستمر بهاي دائما ان شاء الله. رحم الله والديك. شكرا جزيلا. رحم الله والديك. الله يسلمك. طبعا اليوم احد اللي رحم الله والديك شنو اليوم سوى شيء تنظيف له؟ كنس هاي برا زين شنو الغايه من كنس؟ طبعا بالمناسبه ابو علي من الناس اللي دائما ينظفون مكانهم ودائما مو بس هنا باي مكان يكون هو نظيف. احنا هذا الشيء عندنا قاعده بسيطه تريد يم مندي عدن لو تلقى مندي خبراء المندي كيفك؟ انت كيفك؟ لك وجبه اكل. لك وجبه اكل. هاي وجبه اكل من عدن راح يكون لك مناسبه لان انت انسان نظيف ودائما تساعد في نظافه المدينه. شكرا جزيلا. اخوي اليوم اذا شارب ماي بطل ماي او عندك نفايات اذا ذابها مكان استخدم لك جاز ومن جعل يعني هاي مو مبالغه من عندي يعني. لا لا. شو انا ما نتمنى الناس اللي يعني مساعدتك انه نظافه المدينه. عندنا هديه من اما مندي عدن او خبراء المدينه ايش يقول؟ ناكل وننظف مكان اقرب لك. هاي قدم وجبه اكل لك لان انت ساهمت ويانا اليوم بنظافه مدينتك. شكرا جزيلا لك. نتمنى ان تستمر بهاي الشيء. الله يجزيك. رحم الله شلون؟ احنا نشوفك ما شاء الله انت هذا العمر جاي تشتغل وهاي الضحيات وتشتغل وتشوف يعني الحمد لله ان شاء الله على مود العيش. شو تقول للناس اللي قاعده وتريد بس تاكل وتريد بس يعني شو تسوي؟ طبعا الانسان لازم يكون يعمل يجاهد من اجل عيشته من اجل لقمه الحلال عايش الصالح ما يظل بدون الذل يقعد والله مش مره غير الذل. جزاك الله خير. صحيح الله يوفقك. اليوم عندنا وجبه اكل مقدمه لك من مندي عدن حي الشباب. جزاك الله خير الجزاء. هاي نتناول شبكه صح. جزاك الله خير والله يوفقك. الله يجزاك الله خير.